ازيكم يا احلى ناس في الدنيا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا بجد بجد بفتقد التصوير وبفتقد كل حاجة. بفتقد كلامكم اللي انتوا بتكتبوهولي. بجد اللي هو بيفرحني جدا جدا جدا. تحس كده ان في ونس معاك، في دايما حد موجود تعرف تتكلم معاه. حتى لو مجرد ان انا بشارك معاكم حاجة، بنزل بوست، بنزل بعمل اي فيديو. بحس كده ان في تفاعل، فدي حاجة بجد بتطمن. انا بشكر جدا 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 الناس اللي بتدخل تكتب لي كومنت حلو، والناس اصلا اللي بتتابعني، والناس اللي بتدخل على الخاص عشان تسأل عني. الفترة دي بجد هي صعبة عليا. ربنا يا رب يسهلها كده وتعدي على خير. بس بجد بجد انا بفتقد كل حاجة على السوشيال ميديا، وبالذات الفيديوهات اللي بنزلها، وبحس ان في تفاعل عليها، وبحس ان في حد كده دايما معايا في التصوير. لما بصور بحس ان في حد كده مستنية ان انا هعمل حاجة وانزلها عشان حد هيسمعها وهيعمل لي كومنت عليها، فدي احساس حلو جدا جدا. فبجد بشكركم جدا على وقفتكم جنبي وعلى التعليقات الكتير الجميلة اللي بتوصل لي. قبل اي حاجة كده، انا قلت اما اعمل مج نسكافيه وكده علشان افوق واعرف اعمل كل حاجة بمزاج كده. آه، الحقيقة هي حاجة مش حلوة اصلا الكافيين الكتير بالنسبة للحمل وكده، بس احنا بنحاول ان احنا ما نكترش منه. فبجد يا رب يهديني يعني والله، ومش يعني مش حابة ان انا اعرفكم حاجة غلط بتتعمل، بس يا ريت محدش يعمل كده. يعني يا ريت مثلا وانتي في الحمل او كده تحاولي تقللي جدا من الكافيين. عايزه اقول لكم بقى، احنا في الوقت ده كنا اصلا اتغدينا، كان في اكل من امبارح وكده، فقلت بقى اعمل حاجه حلوه واشاركها معاكم، وفي نفس الوقت تكون في نفس الوقت يعني تكون سهله وكده. وعايزه رايكم فيها بجد. بصوا يا جماعه، في حاجات كتير شفتها على السوشيال ميديا لكل وصفه اكل. يعني انا عايزه اقول لكم، انا بطلع الحاجه على طبيعتها زي ما بتطلع معايا بالظبط، من غير بقى اي مونتاج ولا اي حاجه. الصوره بتاعتي بتبقى طبيعي ومن غير الوان ولا اي حاجه. النهارده هنعمل مع بعض الكنافه بالكاستر. كان عندي كده نص كيلو كنافه، قلت اما اعمل حاجه حلوه. فعندي كاستر كمان، ما كانش عندي نشا كتير، فقلت لا، بما ان في كاستر فنعمل كنافه بالكاستر. كمان انا مش من النوع اللي بيحب الكنافه الساده، او احنا عموما هنا في البيت يعني. فحابه ان انا اعمل حاجه تكون جميله، وفي نفس الوقت يعني تتاكل وتبقى كويسه وزي ما احنا عايزينها. فقلت بقى هعمل معاكم كده على الطبيعة من غير اي الوان صناعي يا جماعة، علشان تديني لون ولا الكلام ده، لا لا، انا هعملها طبيعي 100%. سؤال بس عايزة اسأله، الوصفات اللي انا كنت بشوفها كتير على السوشيال ميديا وكده، هو المهم اللون ولا المهم الطعم؟ وفي نفس الوقت برضو شكلي بيبقى كويس يعني مش بايظ معايا. انا هنا كنت بعمل الكاستر زي الطريقه اللي انا نزلتها لكم قبل كده. اول حاجه الاول عملت الشربات، فعملت كوبايتين سكر عليهم كوبايه ميه. انا بحبه يبقى تقيل كده عشان ما يغلبنيش بقى واقعد الف فيه كتير، وكمان عصرت عليه ليمونه اول ما حطيته. وسبته بقى ان هو كده يغلي مع نفسه، ووطيت عليه شويه علشان بقى ايه ياخد ويدي مع نفسه كده ويتقل معايا ويديني القوام اللي انا عايزاه. بعد كده انا اصلا كنت حاطه الكنافه في الفريزر، فعشان طلعتها من وقت فجيت افركها، فحسيت ان هي مش راضيه تتفرك كده بسهوله معايا. فقلت لا خلاص انا هضربها في الكبه. بس نصيحه مني، ما تنعميهاش في الكبه، يعني تنضرب كده على الهادي كده، ما نتكاش عليها. بعد كده بقى قلت هعمل ايه، عملت الكاستر ووطيت عليه كده وسبته بقى مع نفسه، بس كل شويه كان ايدي معاه وبقلب فيه، لان انا اصلا عايزاه يقعد وقت كده علشان يتقل معايا، وعشان انا بسيبه وقت بعد ما اخلص علشان يعني يبرد شوية كده، واعرف بقى ان انا افرده في الصينية. فجيت هنا بقى قلت اما اعمل الكنافة اضربها في الكبة. اخدتها بقى وضربتها كده في الكبة. هقولك بقى كده على شوية نصايح علشان تطلع معاكي ناجحة جدا،
وبجد بجد خديها مني نصيحة، يعني لو هتحطيها في الفريزر وتفركيها هيكون احسن بكتير، والنتيجة هتطلع كويسة جدا جدا. لو هتضربيها بقى في الكبة فبلاش تتكي عليها، يعني بلاش ننعمها قوي، نخليها كده يعني يا دوبك تتفكك من بعضها، تتفرك كده وتبقى كويسة، علشان بعد كده لما اجي احط عليها السمنة اولا هتشرب سمنة كتير جدا مني لو انا منعماها قوي. كمان هتحسي بقى ان هي كده بتتفرفت كده وبتنشف بسهولة جدا، عشان كده بقولك ما تتكيش عليها في الكب. اوعي بقى كمان تعلي عليها الفرن، لانها مش بتاخد وقت خالص، فهتتلسع بقى بسهولة كده من تحت. لو عندك سمنة بلدي اللي هي جاموس دي هتبقى ممتازة، لانها هتديها طعم كويس جدا وريحة كمان، بصي هتعلي معاكي التست على الاخر يعني. عايزة تديها لون ذهبي بقى وتطلع زي ما انت بتشوفيها كده على السوشيال ميديا، وزي ما احنا بنشوفها كده السوريين بيعملوها والحوارات دي، وبتطلع بقى لونها اورنج كده او لونها اصفر. فدي لازم تحطي لون صناعي، وبصي ودوري عمرك ما هتلاقي فيديو حد مطلع اللون برتقاني كده وشكله كده واو يعني بيلمع كده، غير لما هيكون حاطط لون صناعي، لون اورنج او لون اصفر. تمام. فليه احنا مثلا عايزين نعملها حاجه طبيعيه، ما نحطش عليها حاجه، وفي نفس الوقت مش لازم يعني ان احنا نطلعها برتقاني، ما احنا هتطلع معانا كويسه برضو. انا عايزه اقول لكم خليكم معايا لاخر الفيديو وشوفوا هي هتطلع عامله ازاي من غير الوان ومن غير اي حاجه. كمان انا ما حطيتش عليها سمنه كتير، يعني انا ما تقلتش عليها السمنه عشان تحمر وتديني لون تقيل قوي كده، لا انا ظبطت السمنه بتاعتها وخليتها كويسه على مش يعني عشان ما تبقاش تقيله بقى على المعده والكلام ده يعني. هنا بقى كنت بعمل الكاستر. فانا حطيت يعني حوالي كيلو الا ربع لبن. حطيت عليه 3 معالق كاستر، وحطيت عليه شويه سكر كده، انا بدوق يعني وانا بعمله عشان اشوف التست بتاعه ايه، محتاج سكر تاني ولا لا. بس بقى وبقعد اقلب فيه لحد ما احس ان هو القوام بتاعه بقى كويس معايا. واحنا بنعمل الكنافه بالكاستر لازم تتقلي الكاستر شويه عن الطبيعي بتاعك، يعني انت لو بتعمليه خفيف فلازم هنا تتقليه بقى شويه عشان يبقى كويس معاكي ويتفرد كده ويعني يدي قوام حلو كده ويمسك نفسه. بس فهنا بقى جيت الكنافه بقى، كان الكاستر خلاص قرب خلاص يستوي معايا، فقمت جايبه بقى الكنافه وقعدت الف فيها كده، حطيت عليها السمنه وقعدت بقى افركها. هنا كنت بوريكم ان انا هفركها بايدي، فيعني ايه سرعت الفيديو علشان انا فركتها وغسلت ايدي بس، وجيت بقى اكمل. جبت بقى صينيه اللي هي صينيه وسط، وهدهنها بقى بالسمنه. وبقى انا استخدمت نص كيلو كنافه. الصينيه هنا عندي اللي هي الوسط دهنتها هنا بالسمنه، وبعد كده هفرد بقى الكنافه. المفروض ان انت تفردي الشويه الكتير تحت، وخلي حاجه بسيطه يعني مثلا 3/4 تحت والربع هو اللي هيتحط على الوش. بس انا كده بقى هبدا ان انا افرد السمنه، ولازم اغلف الصينيه كلها بالسمنه كويس جدا علشان الكنافه ما تلزقش مني. بعد كده انا هحط الكنافه وافردها في الصينيه، يعني احط 3/4 الكميه وافردها تحت، وهحاول ان انا كمان اعمل لها جوانب كده، علشان طبعا انا هفرد الكنافه وهفرد الكاستر سوري، هغلف الكاستر احط فوقه كميه، فطبعا لو انا ما عملتش حروف الكاستر هيطلع بره فهيلزق بقى في الصينيه وهيبوظها، يعني مش هيديكي اصلا النتيجه اللي انت محتاجاها. حاولت بقى ان انا اعمل له حروف كده، فطبعا فضلت ان انا اساوي فيها، مش لما تسويها بايدي غير لما بتحطي حاجه متساويه وبتساوي بيها. فانا زي ما انتوا هتشوفوا هنا كده قمت جايبه صينيه مقاس اللي هي الاصغر منها، وقمت اتكيت عليها كويس يعني كده علشان طبعا الكنافه تمسك بقى في بعضها. عموما اي كنافه هتعمليها لازم تتك عليها بالشكل ده علشان الكنافه ما تتفككش مني، لا تمسك مع بعضها. كمان السمنه بتديها القوام اللي يخليها تمسك، ما تتفرولش كده وتسيب من بعضها.
انا كنت عامله حسابي هنا اصلا ان انا مزوده كميه الكاستر، قلت عشان ايه نعمل كام طبق كده يعني جنبه. كل ما هتكتري الكاستر في الوسط هيبقى احسن، لان انت بتحتاجي طبقه كده تقيله. انا سبت الكاستر يرتاح شويه يعني ويبرد وكده، عشان ما يسيحش الكنافه اللي تحته واللي فوق هتسقط عليه، فلا انا سبته يبرد كده معايا شويه. بس طبعا لان الجو كان تلج يعني، فباين بقى البخار اللي طالع منه. بس هو كنت قعدته شويه يعني حوالي مثلا 10 دقايق كده. كمان لما انت بتسيبيه شويه من غير ما تصبيه في قوالب او كده بيقوم يتقل معاكي. فانا هنا فردت الصينيه، وكنت فردت الكاستر، وكنت بحاول ان انا ما اطلعش بره الحروف بتاعه الصينيه، الحروف اللي انا عملتها يعني بتاعه الكنافه، علشان ايه بقى ما بقاش بوظت الدنيا خالص. في نفس الوقت لو انا طلعت بره الحروف مش هعرف اظبطها تاني بقى. فكنت عامله لها حروف كده زي البيتزا كده، كانك بتعملي بيتزا وعامله لها بقى الجوانب دي وبتقومي حاطه عليها الحشو بتاعها. فدي نفس الموضوع كده. إيه، لو انت حاسه ان الكنافه العاديه كمان بتطلع ناشفه معاكي، او بتطلع يعني مش مستحبه كده، مش كله بيحبها ومش كله بيبقى عايز ياكلها مثلا وهي ساده كده، طب جربي بقى الطريقه دي، جربي بالكاستر او بالمهلبيه، الاتنين واحد يعني. الكاستر زي المهلبيه، الكاستر بحط له كاستر والمهلبيه بتحط لها النشا، فمش فارقه يعني. بس انا هنا كان عندي كميه كاستر كتير، فقلت بقى ايه استخدمه بما ان انا ما عنديش نشا كتير يعني. بس هفرد بقى بقيه الكنافه على الوش، وبرضو هسويها كده حاجه بسيطه يعني. برضو بحاول ان انا كاني ببطط عليها كده يعني، بطبطب سوري، او ببططها يعني بالراحه كده، ما اتكاش قوي عشان ما انزلش تحت. يعني احاول ان انا اساوي بس كده. فانا كنت بستخدم الاسبتيوله دي، بحاول بقى ان انا اعمل بسهوله بقى يعني بالراحه كده، بس ما لقيتش، ما ادتنيش نتيجه حلوه. فهعمل بقى بايدي. هبدا ان انا افردها بايدي كده واطبطب عليها كده بالراحه، نقعد ندادي فيها كده يعني عشان تطلع معانا كويسه. عايزه اقول لكم ان الحاجه لو طلعت النتيجه بتاعتها مش حلوه، تحسي ان انتي احبطت كده وما انتش عايزه تعمليها تاني. بس احنا ممكن نبقى مثلا مشغولين في حاجة ومش واخدين بالنا، فبتتلسع مش عارفة ايه كده. كمان في عوامل خارجية يعني الفرن مش عارفة. ما ينفعش بقى ان انت تشغلي الفرن وانت بتعملي الكنافة دي، ما ينفعش ان انت تشغلي الفرن من قبلها وتسخنيها، هتحطيها هتتلسع. فلا بتحطيها بقى في الفرن وكده وتوطي عليها. وهنا بقى انا طلعتها وقلبتها. انا اول مره صراحه اقلبها، كل مره كنت بعملها في صينيه كده اللي هي بتبقى بكباسين كده، وكنت بفتحها وبحطها. لكن بصوا الشكل، بص طلعت ازاي، والله بجد من غير الوان ولا اي حاجه، طلعت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. الصراحه كان طعمها خطير ومش هبطل اعملها. انا عملتها كذا مره، بس يعني بعد كده بقى انا خلاص هعتمد الطريقه دي وهكمل عليها. انا كنت طلعتها بقى وسبتها كده، فالجو اصلا كان تلج فبردت. الشربات رحت بقى رايحه مسخناه، علشان لو الكنافه بارده يبقى الشربات سخن، يعني العكس، في حاجه عكس حاجه. فسخنت بقى هنا الشربات. بصوا قوام اصلا الشربات، انا بحب القوام الخفيف ده. اساسا انا قلبت الشربات اول ما جيت احطه علشان يدي قوام معايا مسكر، فمحتاجش ان انا اتقله. لما بتقلبيه في الاول القوام معاكي بيبقى مسكر، لو ما قلبتهوش وسبتيه للاخر فبينشف بقى معاكي كده، وبيبقى يعني بينشف الحاجه وبيبقى قوامه مش مسكر. فكنت بوريكم هنا بقى انا اول ما حطيت عليها الشربات، شربت الشربات كله، اتشربته بقى كده، وحسيت بقى ان الخرطة بتاعتها مسكرة قوي وجميلة كده، وصراحة ما كانتش ناشفة. كمان انت بقى لو عايزاها تطلع طرية يعني تفضل طرية معاكي مدة، المفروض بقى ان انت بتغطيها يعني بعد ما بتطلعي مثلا وبتاكلي منها اللي انت عايزاها مثلا، او بتعينيها
وبتحطيها تسيبيها، المفروض تغطيها علشان تطرى معاكي وتبقى كويسة وبتفضل فترة. بجد كانت خطيرة. بصوا يا جماعة الجمال، والله العظيم كانت جميلة بجد، من غير لون ومن غير اي حاجة، يعني حاجة طبيعي 100%. آه الكل اصلا هيحبها لانها من جوه جوسي كده وطرية، وتتك عليها تحسي كده ان هي جميلة كده من جوه، حاجة جميلة. وكمان طعم الكاستر في النص بيديها طعم حلو كده وطري. بس شوفوا بقى الخرطة اللي طلعت منها، كانت تحفة بجد، كانت تحفة. جربي بقى الطريقة ديت وقوليلي هتطلع معاكي عاملة ازاي. ما خدتش مني وقت خالص بجد، ما فيش يعني نص ساعة وكانت خلصانة بالفرن بكله يعني. وحاجة يعني شكلها شيك او وتشرف كده، هعتمدها طبعا ان شاء الله في رمضان. ويا رب بجد تكون الطريقة عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها، واشوفكم في فيديو تاني على خير. باي باي.